كنشوفوا QR code في المطاعم، في التذاكر، في الأداء، وحتى في الإعلانات. غير كنوجهو ليه كاميرا التليفون وفي الثانية كتحل لينا رابط ولا معلومة. ولكن وش عمرك تسألتي كيفاش هاد المربعات الكحلين والبيضين كي قدروا يخزنوا المعلومات؟ أول حاجة QR code ماشي صورة عشوائية. كل مربع صغير فيك يمثل جزء من المعلومة. قبل ما يتصاوب QR code النص ولا الرابط كيتحول لأرقام وبيانات رقمية. من بعد هذه البيانات كتتقسم وكتتحط داخل شبكة فيها مربعات سوداء وبيضاء. المربع الكحل كيقدر يمثل قيمة، والمربع البيض كيمثل قيمة أخرى. وبهذه الطريقة التليفون كيقدر يحول هذا النمط لمعلومة مفهومة. ولكن باش الكاميرا تعرف منين تبدأ تقرأ؟ QR code فيه 3 مربعات كبار في الزوايا. هذه المربعات كيساعدوا التليفون يعرف الاتجاه والمكان ديال الكود. يعني حتى إلا صورتي QR code مائل شوية، التليفون غالباً كيقدر يعدله ويقراه. كاينين حتى مناطق أخرى داخل QR code كتنظم طريقة القراءة وكتعطي معلومات على النسخة وطريقة تخزين البيانات. ومن أهم الحوايج في QR code هي خاصية تصحيح الأخطاء. مثلاً إلا كان جزء من الكود مخدوش، موسخ، ولا مغطى شوية، ماشي ضروري يولي ما كيتكراش. QR code كيكون فيه معلومات إضافية كتسمح للتليفون يعاود يبني الجزء الناقص. وهادشي هو علاش بعض الشركات كيحطوا اللوغو في الوسط، ومع ذلك الكود كيبقى خدام. ولكن شحال يقدر QR code يخزن؟ على حساب النوع والحجم دياله. يقدر يخزن أرقام، حروف، روابط، معلومات اتصال، كلمة سر ديال واي فاي، موقع جغرافي، أو حتى رسالة قصيرة. وكلما زادت المعلومات كيولي QR code أكثر تعقيد وكيكون فيه عدد أكبر من المربعات. ملي كتفتح الكاميرا التليفون كي تعرف أولاً على المربعات الكبار في الزوايا، من بعد كي يعدل الصورة، كي فصل لكحل على البيض وكي يحول النمط لبيانات رقمية. وفي الأخير التطبيق كي يعرض عليك النتيجة، رابط، نص، موقع، تذكرة ولا معلومة أخرى. ولكن خاصك تكون حذر، حيث QR code يقدر يوجهك لموقع مزور بحال أي رابط عادي. قبل ما تفتح الرابط شوف العنوان اللي كيبان في التليفون وما تدخل حتى معلومة شخصية إلا ما كنتيش واثق من الموقع. يعني هذه المربعات اللي كتبان بسيطة داخلها نظام منظم في بيانات توجيه وتصحيح للأخطاء. ودابا المرة الجاية اللي تسكاني QR code غادي تعرف بلي التليفون ما كيقراش غير صورة، كي يقرأ لغة رقمية كاملة.